لو عندك بتنجان كرمش كده، بصوا كرمشة ازاي. حتى انا شكيت فيها فتحتها عشان اشوفها بايظه ولا فيها حاجه. لا، لقيتها زي الفل، ما فيهاش حاجه اهو. هفتحها لكم، ما فيهاش حاجه. هنعمل ايه؟ هنجيب ميه ونحطها مع فلفل رومي وحامي، واحطها مع بصلايه، وهولع عليها النار وهسلقها. هعمل وصفه صحيه وتنفع للدايت. بلاش دخنه بقى ونوسخ البوتاجاز، لا. هنعمل ايه؟ هنعمل احلى متبل بتنجان او بابا غنوج زي ما بنقول. جميل جميل جميل. هنشوفه بقى بعد ما ايه مستوي. هحط عليه غطا اقل كده عشان يفضل نازل في الميه، ما يعومش على فوق. وهوريه لكم بعد ما يستوي ونشوف هنعمل فيه ايه. خليكم معايا. البتنجان استوى اهو. هنشيل الحته الجامده اللي فوق دي ونقطعه كده. انا احطه في الكبه اضربهم مع بعض. ولو الحته اللي ورا برضو عامله، وادي الفلفل شلت منه العنقود وهقطعه كده برضو، اقطعه عليه. وادي البصل اهو، اقطعه برضو واحطه في الكبه واضربهم مع بعض ونشوف هنعمل ايه بعد كده. انا ضربته اهو في الكبه. واحط بقى، انتوا شايفينه اسمر لان انا سايبه القشره مفيده جدا. احط بقى عليه سلطانيه زبادي، واحط طحينه. احط معلقه طحينه كبيره كده، احط التوابل، ملح. انا كنت حاطه ملح في السليق فمش هكتر عشان ما يبقاش حادق. احط كمون، وهعصر ليمون عليه. واحط معلقه خل، حبه خل، معلقه خل، وزيت زيتون عليه. واقلب كل الخليط ده بقى مع بعض. اقلب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اهي حطيتها في الطبق بقى. حطيت المتبل في الطبق وعملتها كده شكل من المعلقه كده كده، دايرين كلها ده اهو. وفضيت شويه حته من جوه. احط طماطم صغيره وفلفل، تدي منظر كده وتتاكل معاها يعني. ما شاء الله، جميله جميله جميله. اعملوها بقى بطريقتي هتعجبكم، صحيه ودايت واخر جمال. لا